عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير ونعمة. اليوم جبت لكم الدبارة كاملة متكاملة من الحلو للمالح. عملت لكم حسو حاجة هكا دفي جارية فيها الطقس البارد هذيا نودكم ونشهيكم. وعملت لكم زادا الحسو متاع اليوم بصدر دجاج أكهو، يعني حاجة ما تتكلفش برشا، حاجة اقتصادية. ويجيوكم مكعابر دجاج يعملوا 66 كيف. مع الحسو متاعنا عملت لكم باتي زمني، بات ياسر سهلة بالزيت ماهيش بالزبدة، وتتشوفوا بمكونات بسيطة على الاخر. يجيكم هكا باتي يذوب في الفم، خاصة مع حويجة جارية. كيما تراو ما شاء الله اكل كمية اللي تجينا كمية وفيرة تبارك الله. كان عندكم عيلة ما شاء الله يجيكم كيما تراو باتي يذوب في الفم، وما شاء الله ياسر ياسر بنين وفاوح. وبالطبيعة لقهيوة العشية عملت لكم حويجة حلوة ما تتكلفش برشا، بعظمة أكهو تعملوا ما شاء الله كمية وفيرة من بشكوت الليمون، يعني بسكوي وسيترون. نودكم ولا شهيكم باش تشوفوا الوصفات هذوما الكل معايا لليوم. تابعوني لاخر فيديو وتوا نمشي مع بعضنا للمكونات. واول حاجة باش نبداو بها اللي هي البسكوي هذايا. بالنسبة للمكونات باش نكيلو كل شيء بالكاس. هنا جبت لكم مكونات سهلين على الاخر من غير ميزان، اكيكا ما تقلقوش رواحكم. عندنا زوز كيسين فاينة، كل كيس يهز 100 غرام. دونك انتوما كان تحبوا بالميزان ولا بالكاس. عندنا شطر كاس سكر اللي هو نفس الكاس نكيلو بيه الفاينة، نعملوا بيه شطرو سكر وشطرو زيت. بالنسبة للزيت عندنا 60 مليلتر إذا كان تحبوا بالميزان، والسكر عندنا 50 غرام. هنا عندنا بيضة درجة حرارة الغرفة. هنا عندنا مغرفة صغيرة من خميرة الكيميائية هي يجينا 7 غرامات. وهنا عندنا مغرفة كبيرة من قشرة الليمون. إذا كان تحبوا مثلا تحبوش الليمون تنجموا تعوضوه بالبرتقال إذا كان تحبوا. نمشيو طبيعة مع بعضنا لطريقة التحضير سهلة برشا. ناخذوا حاجة باش نخلطوا فيها كل شيء وفواه باش نصبوا المكونات السائلة اللي هي عنا البيضة، وباش نزيدوا عليها من بعد السكر، ونزيدوها قشرة الليمون متاعنا متاع القارص، ومن بعد باش نكملوا نصب عليها كمية الزيت الكل. من بعد توا باش ناخدو الفواه اللي هو المضرب اليدوي، وباش نخلطوا هذوما الكل مع بعضهم لين السكر متاعنا يذوب والخليط كله يتجانس مع بعضه. يعني نتحصلوا سامحوني على خليط يكون الكل متجانس والكل كيف كيف، وكيكا ما عادش نحسوا كي نبداو نخلطوا فيه السكر تحت الفواه. وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. توا باش نحي الفواه ونزيد كيس الفاينة، وباش نزيد عليه المغرفة متاع الخميرة الجاتو، وباش نجيب المغيز ولا سباتول ولا بالمغرفة وإلا حتى بيديكم، ونبداو نخلطوا بشوية بشوية لينك الفاينة ذيك كلها تتشرب السوائل الكل. من بعد باش نجيبوا الكيس الثاني متاع الفاينة متاعنا، ومن بعد باش نبداو نزيدوا فيه بشوية بشوية. اما قبل ذاك اتاكدوا اللي الفاينة الكيس الاولاني الكل تخلفك السوائل هذوكم، ومن بعد الكيس الثاني نبداو نزيدوا فيه كيما هكا. نزيدوا وعينا ميزانة، خاطر ساعات فما بيضة تكون أكبر من بيضة. أما أون جينيرال راكم تستعملوا المقادير اللي أنا قلت لكم عليهم الكل. هنا باش نحي توا الفو المغيز، وباش نجيب داك الكيس بجنبي نبدا نزيد بشويه بشويه ونخلط بصوابعي. ردوا بالكم تعجنوها، راهو اذا كان تعجنوا العجينه نتاعكم تولي خبز ما عادش تولي بشكوتو. دونك ديما نلموا لمين اكاهو كيما قاعدين تراو فيا انا، جوست هكا بصوابعي من داخل الفرينه ذيك فك السوائل، ونتحصل على عجينه تكون متماسكه وملمومه كيما هكايا. اكاهو نحاولوا هكا نلموها نكعبروها مليح مليح، وهذه هي النتيجة اللي حاجتنا بها كما تراو. أي كتكون عجينة متماسكة وطرية. طبيكا باش نجيب بجنبي طبق فيه بابي كويسون العجينة وهذا سكر في صحن هكايا حطيته باش من بعد نرولي فيه الكعبات متاع البسكويت نتاعي. أول حاجة نعملها ناخذ كمية صغيرة حكاية 20 غرام من البشكوت نتاعي، نروليها بالطريقة هذه نتحصل على كعبورة. توا باش نحط هكايا ننزل عليها نتحصل على دورة كيما هكا. سي با غراف راهو حتى كان مش مستويه راهو البشكوت هذاك هكا يجي. ومن بعد باش نحطها في السكر ونروليها بالطريقه هذه. اذا كان ما تحبوش السكر تنجموا تستغنيوا عليها الايتاب هذه، اما راهو يزيدوا بنا على بنا. من بعد باش نجيب حذايا المغرفه ونعملها بالطريقه هذه الزينه من فوق. بالطبيعه تنجموا تزينوا كيما تحبوا نتوما. كيما ريتو هاكا بشكوتو سهل على الاخر، اقتصادي، لا ماكينه،
لا طابع لا حتى شيء، يظهر لي اكثر من هكا ما فماش. دونك فوالا توا باش نكملهم الكلهم هكاكا بنفس الطريقه لين نعبي البلاتو نتاعي الكل. حتى كان لصقتهم شويه بركه لبعضهم سي با غراف، بما انه فماش كميه كبيره نتاع خميره ما يقلقش. هذا البلاتو نتاعي وهذه هي الكميه تحصلت عليها باش نحطهم يتشيبوا على 180 درجه. انا خذاو مني 10 دقائق فقط. ردوا بكم ديما عسوا عليهم، ماذا بيكم المروحه تدور. انا عندي حطيته المروحه تدور على 180 درجه، ومن بعد خرجوه لازم اللون نتاعو كيما هكا، ما تخليهوش يطيب اكثر سينو يولي يتقرمش برشا. فوالا هذه هي الريزولتا اللي نحنا نحبوا عليها. نخليو البشكوت نتاعنا يبرد على جنب ونتعديو توا نحضروا من بعضنا الحسو. بالنسبه للحسو باش نعملوه بكعاب الدجاج كما قلت لكم. انا هنا عندي صدر نتاع دجاج رحيته في الدار، رحيوه بالرحايه اللي عندكم متوفره عندكم سي با غراف. مع الدجاج باش نعمل شطر بصله فرمتها كيما هكا، قصوها جويده على الاخر على الاخر. ومعها مع البصله هنا باش نستحقوا بالنسبه للفاحات عندي شويه ثوم مرحي، شويه تبلو كرويه، شويه فلفل اكحل وملح، شويه فلفل احمر مرحي، وشويه زنجبيل. بالطبيعه تنجموا تفوحوا كيما تحبوا نتوما، اما جربوا باللفاحات هذوما وتفكروني. انا عندي شويه معدنوس كيف قصيته جويد على الاخر بالطبيعه بعد ما غسلته. وهنا عندي زوز سنون ثوم رحيتهم، وبالطبيعه معاهم زيت زيتونه. بالنسبه لطريقه التحضير باش نحطوا الدجاج عليه اللفاحات، باش نزيدوا عليه البصل والمعدنوس، واخر حاجه باش نزيدوها هي الثوم متاعنا، وفي الاخر نحطوا عليه شويه زيت زيتونه ما يعادل 4 ولا 5 مغارف كبار زيت زيتونه. فوالا هذا بالنسبه للفاح نتاع كعاب الدجاج نتاعنا. توا مقعدي كان باش نسمي بسم الله ونخلط اللفاحات هذوما الكل مع كل كعاب الدجاج، وما نحكي لكمش على الريحه اللي خارجه ما شاء الله بنينه بينا على الاخر. كان عمركم ما جربتوا كعاب الدجاج جربوهم تفكروني، يجيو ياسر خفيف بارابور الكعاب اللحم، وهكا يجيو ياسر طريين. انا هنا توا سي خلطهم باش نجيب بحذايا صحن وباش نكعبر الكعابر نتاعي. ناخذو هكا نعملو كعبورات صغيرونين، نكعبروهم ونحطوهم في صحن، ومن بعد هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. فوالا ما شاء الله ريتو بصدر الدجاج قداش عملنا ما شاء الله من كعبورة. نجيب تويكا للمقادير نتاع الحسو نتاعنا هذو مكعبر الدجاج. انا عندي 3 سنون ثوم رحيتهم، هنا عندي مغرفتين فرينة باش نزيدوهم في الاخر تنوريكم كيفاش. هنا كيف عندي زاده شطر البصلة قصيتها جويدة. وبالنسبة للفاحات عندي هنا أكثر حاجة مهمة اللي هي النعناع الشايح، راهو أكثر حاجة تفوح الحسو. معاها عندنا مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل أحمر مرحي، مغرفة صغيرة تابلو كروية، وبطبيعة الملح حسب الذوق. مع هذاك باش نسحقوا مغرفتين كبار ماهمش ياسر مملوئين متاع طماطم معجونة، وشطر مغرفة صغيرة هريسة ولا مغرفة كبيرة حسب الذوق بالنسبة للحرورية. نجيو طريقة التحضير. طريقة التحضير سهلة برشا. باش ناخذوا الطنجرة متاعنا نحطوا فيها شوية زيت زيتونة، ماذا بينا ما نكثروش، بالطبيعة تنجموا طيبوا بالزيت النباتي، أما أنا ديما نفضل زيت زيتونة. نحطوه يسخن سلة سلة، وباش نحطوا فيه كعبورات متاعنا متاع الدجاج باش يتقليو في عقلهم. هنا الدجاج كي نقليوه في وسط الزيت باش يسيب اللفاح متاعو وك الريحة البنينة، ومن بعد باش نقليو فيه بقية المكونات. أنا باش نقليه على جهات اثنين. ماذا بيكم تكون الطنجرة باش طيبوا فيها بطبيعة ما تلصقش في أي نوعية متاع اللحومات ولا كعبر، ماذا بيكم ديما طيبوا في اللينوكس. ومن بعد هكا نقلبوا الكعبورات متاعي، والريحة ما شاء الله على الريحة متاع الزنجبيل والثوم حاسيلو نودكم ونشهيكم. من بعد ما نقليهم حكاية كل دقيقة هكاكا من كل جهة باش نرجع الصحن متاعي ونحي الكعبورات الكل. هنا جوست قليناهم نص طياب باش يسيبوا الفيحة والبنة متاعهم في الزيت، ومن بعد بالطبيعة باش نرجعوا نطيبوهم في وسط الحسو. وتويكا باش نجيو نقليو بقية المكونات. هنا عنا البصلة متاعنا ماذا بيكم قصوها جويدة باش نزيدوا عليها الثوم. هنا باش نقليوهم فك الزيت هذاك وهو فاوح باش هكاكا يزيدوا يسيبوا البنة متاعهم. من بعد ما نقليوهم هكاكا ويذبل البصل متاعنا باش نزيدوا عليه الطماطم المعجونة والهريسة. أنا بطبيعة ديما فما ما سخون بحذنا خاطر باش نمرقوه بشوية بشوية باش هكاكا التقلية ما تتحرقناش الفحات والطماطم خاصة.
من بعد هنا نحركوها هكايا شويه وباش نزيدوا عليهم اللفاحات. يعني ديما انا نحب اللفاحات نقليهم شويه بركه باش يسيبوا البنه نتاعهم. فوالا ديما نقليو والماء سخون بحذنا. انا سي هاكا قليتهم لمده دقيقتين مش برشا باش نمرقهم وباش من بعد نحط الكعابر نتاع الدجاج نتاعي. انا نمرقوش ياسر، ديما نمرقو بشويه بشويه هكاكا عينا ميزانه نمرقو نخلطوا الصوص نتاعنا. كان لقيناها ناقصه نزيدوها، سينو نخليوها كيما هي. وتويكا زدت كعبر الدجاج نتاعي كتهبطوا ماذا بيكم سيسو باش هكاكا ما تطشوش والصوص سخونه. نخلطوهم كيما هكا باش نخليهم يطيبوا سله سله في عقلهم. نغطيهم ونرجعوا لهم بعد 20 دقيقة. هنا كيما تراو راهي فيسع ما تيب، خاصة هي بالدجاج. هنا هكا قالت يديمها ما شاء الله وسيي طابت. ذقت الدجاج نلقاه طايب ونلقاه تري على الاخر من داخل وهكا جوتو برشا. اذا مغرفتين الفاينة متاعي زدت عليهم شوية ماء باش نخلطهم مليح ماذا بيكم كي تخلطوهم ما تخليوش فيهم حتى كعبورة باش هكاكا من بعد كي تصبوهم في وسط الصوص وهي سخونة الكعابر ما يقعدوش كيما هما. نصبوا الخليط متاعنا وديما فيسع نقعدوا نحركوا هكايا لمده على الاقل دقيقه. مي كل هكاكا كل مره نغطيه ونعاودوا نحركوها لين تطيب الحسو متاعنا وهكا يكون احضر. نمشيو توا باش نحضروا الباتي ونبداو. اول حاجه هي البات. هنا عندي 3 كيسان تاع فرينه. ديما هاكا نسهل عليكم ونكيل لكم كل شيء بالكيس. عندنا كل كيس يهز 100 غرام، دونك 300 غرام فرينه يجي لنا 3 كيسان. هنا عندنا مغرفه صغيره ملح، عندي اصفر بيضه والابيض نتاع البيضه ذاك ما نلوحوهوش نحطوه على جنب باش نحطوه من بعد في الحشو. انا عندي شطر كيس زيت نباتي. بالنسبه للزيت النباتي عندنا 60 مليلتر، ردوا بالكم تحطوا برشا باش ما تجيكمش مزيته. وهنا عندي شطر كيس ماء باش نقولكم بعد قداش استهلكنا. طريقه التحضير كيف سهله. نصبوا كميه الفاينه كل مع بعضها ومن بعد باش نصبوا عليهم الملح ومن بعد نزيدوا عليهم الزيت متاعنا نخلطوا ونصبوا الزيت متاعنا وباش نبسوا الفاينه. يعني ايتاب مهمه برشا انكم تخلطوا الزيت مع الفاينه بالكدا كيما هكا. ومن بعد باش نزيدوا عليه اصفر البيضه. كي تتحصلوا على خليط كيما هكا وقتها باش نزيدوا اصفر البيضه متاعنا وبالطبيعه نكملوا نخلطوا ديما حتى لين نتحصلوا على عجينه ونبداو نزيدوا في الماء متاعنا بشويه. وبالطبيعه نبداو نخلطوا ديما نلموا لمين. ردوا بالكم تعجنوا باش هكاك من بعد تجيكم البات هشوشه. نبداو هكا نلموا ماذا بيكم ما تخليوهاش ياسر مفتفته. ديما زيدوا الماء بشويه. انا راني استهلكت شطر كيس يعني 60 مليلتر ماء. وبالطبيعه انتم والفاينه متاعكم المهم في الاخر تتحصلوا على عجينه تكون متماسكه وتكون طريه. هنا من بعد ما نحيتها من البول باش ننزل عليها هكا بالكفوف متاع يديا باش هكاكا نتاكد اللي الخليط كله اتمازج مع بعضه من غير ما نعجنوها. انا الايتاب هذه خذت مني 2 ولا 3 دقائق. وهذه هي العجينه متاعنا سيئه وتلمت. باش نغطيها في بابي فيلم نخليها ترتاح على جنب في الكوجينه مش في الفريجيدير ونتعداو نوريكم شنو باش نحطوا في الحشو. انا عندي 4 كعبات عظم انا سمطهم وربيتهم بالطريقه هذه وانتم بالطبيعه تنجموا تقصوهم جويدين. وبالنسبه للكميه كل واحد يعمل حسب الكميه وحسب افراد العائله. اكيكا ما تعملوش برشا، كل واحد وعينه وميزانه. انا عندي جبن مرحي وزيدا عندي هنا شويه معدنوس غسلته وقاسيته جويد بالطريقه هذه. قصوه ماذا بيكم جويد برشا باش هكاكا يبدا المنظر نتاعو حلو في وسط الباتيه. ومع هذيك انا عندي حكه كبيره نحيت لها الزيت نتاعها. انا اليوم عملت كميه كبيره وانتم بالطبيعه تنجموا تعملوا الكميه اللي تحبوها. عندي شويه زيتون اكحل وهنا عندي عظمه وزدتها ابيض العظمه نتاع اللي عملناه في وسط البات وابيض العظمه اللي باش ندهنوا بيه زاده البات من فوق. دونك هنا باش نجيب نخلط المكونات هذوم الكل مع بعضهم باش نحط المعدنوس نزيد عليه التن. وبالطبيعه راكم بالنسبه للحشو تنجموا تزيدوا كبار تنجموا تزيدوا جبن فري تنجموا تزيدوا اللي تحبوا انتوما من بعد تتفنوا كيما تحبوا. نزيد عليها العظم ومن بعد اخر حاجه باش نزيدها هي الجبن والزيتون. وكما قلت لكم بالنسبه للعظم يعني انا حطيت عظمه كامله وحطيت ابيض العظم متاع الكعبه الاولانيه اللي حطيناها في وسط البات. وعندنا من بعد زيد اصفر عظمه اخرى باش نحطوها من بعد ندهنوا بها البات. الابيض هذيك زيد نحطوه بالطبيعه كيكه من لوحو شيء.
زدت شويه فلفل اكحل وملح، خلطت هذوما الكل مع بعضهم، وهذه هي النتيجه اللي حاجتنا بها. توا باش نرجع نمشي نجيب البات نتاعي وباش نبداو نحضروا في لي بودام تاع البات نتاعنا. انا هنا باش نقسم العجينه نتاعي ل4 كرات ولا 5، حاسيلو هكا نتوما عينكم ميزانكم كيفاش تحبوا تعملوهم. ناخذ اول كعبوره باش نحط عليها الفرينه ونحلها بالطريقه هذه. شوفوا البات تبارك الله سوبل وتمشي معاكم بسهوله. فوالا نحلوها ومن بعد نستويوها هكا من الجناب باش هكاكا كي نجيو نروليوها تجينا مستويه ومنظمه. من بعد ناخذوا الحشو نحطوه كيما هكا في الوسط، نحطوا الحشو بالكدا يعني نعبيوها باش كيكا يجينا الكعبات ملمومين. ومن بعد باش نسكر عليها من فوق نبداو نروليو البارتي هذه كيما هكا وندوروها مشيله الاخرى. بالطبيعه نحيو الزيت هذاك الكل من الجناب وكالزيت اللي مشيله هذيك، وهكا نكونوا حضرنا البودام تاعنا. نسكروا عليه مليح مليح من الجناب ونسكروه كيكا من اللوطه ونحطوه في طبق فيه بابي كويسون هكاكا. من بعد باش هكاكا يدخل طول يطيب. انا الفرن تاعي قاعد يسخن على 200 درجه من فوق ومن اللوطه. دهنت اللي بودام تاعي كلهم باصفر عظمه وشويه حليب، ومن بعد رشيت عليهم شويه جلجلان وشويه سينوج واللي هو الحبه السوداء، وانتم تنجموا تزينوا بالفوق كيما تحبوا انتم. نحطوهم يطيبوا على 200 درجه. خذاو مني انا نصف ساعه، خليهم يطيبوا بالكدا بالكدا اللي تتحصلوا على النتيجه هذه. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو اللون نتاعهم، يعملوا الكيف ريحتهم ياسر ياسر فاوحه. وشوفوا كيفاش طايبين كيما من فوق كيما من اللوطه. بالنسبه للقصان نتاع الباتين تاعنا نقصوه بالطريقه هذه. حاولوا هكا سيسوه بالطبيعه خليوه يبرد شويه ومن بعد قصوه. انا هنا ما صبرتش خاطرني قاعده نصور لكم، حاسيلو ما شاء الله سخون على الاخر وانا نقص فيه، اما راهو يجيكم يعمل الكيف. شوفوا تبارك الله اكل حشو اللي فيه من داخل. وبالطبيعه راكم تنجموا مثلا تعملوه بالدجاج ولا باللحم المفروم، تنجموا تتفنوا من بعد. دونك انا باش نوريكم كيفاش عملت البريزونطاسيون كانت كيما هكا. شوفوا ما شاء الله تحصلنا على كميه وفيره. حاسيلو حاجه هكا تاكلوها حتى من غير حتى شيء، حتى في عشويه ولا تعملوا هكا مثل لما ياسر ياسر بنين، وخاصه كيما ريتو سهل وما يتكلفش برشا. باش نوريكم كعبه كيفاش كي تقصوها قداش تذوب في الفم. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي يعمل 66 كيف. وهذه كعبه اخرى زاده باش نوريها لكم. شوفوا ما شاء الله يعني ابين تنزلوا عليه الكعبه تمشي معاكم تيلمو البات هشوشه وياسر ياسر طريه. دونك هذا بالنسبه للباتي. باش نتعداو للطبق الثاني اللي هو الحسوم تاعنا. حضروا صايي انا قدمته بالطريقه هذه. شوفوا ما شاء الله جاي حسيلو سخون يهبل مع الطقس بارد، وكل الريحه نتاعو ياسر فايحه هكا كيما تراو هكا. يجي القوام نتاعو ما يجيش ياسر خاطر. قدمته في الصحفه نتاعي كيما هكا. ومن بعد بالطبيعه ما تنساوش تعملوا عليه رشه النعناع من فوق، هذيك تزيدوا بنه على بنه وشويه سيترون اللي هو شويه قارص، وحاسيلو تاكلوا بالصحه وبالشفاء. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي هاكا. راهو الحسو البنه نتاعو انه يبدا جاري كيما هكا، خاصه في طقس كي هكا بارد يدفي. دونك هذا بالنسبه للحسوم تاعنا. وشوفوا الكعبوره من داخل ما شاء الله قداش طريه، ابين تنزلوا عليها تمشي معاكم. فوالا هذا بالنسبه للحسو. ونجيو تويكا للعشويه نتاعنا. شوفوا هذا هو البشكوت نتاعنا ما شاء الله. انا قدمته بالطريقه هذه. حاسيلو نودكم لنشهيكم. بشكوت يتقرمش يعمل 66 كيف مع قهيوه العشيه، حاجه ياسر ياسر بنينه. دونك هذو هما كانوا الوصفات نتاعنا لليوم، وهذه هي الفيديو. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون نالت رضاكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخليوا لي كومنتير باش تشجعوني، وزيد تخليوا لي لايك اذا كان بالطبيعه عجبتكم الفيديو. وانا نقول لكم ان شاء الله نتقابلوا في وصفه قادمه وفي فيديو قادم. بسلامه.